السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده فيديو جديد، وصفه جديده. هنعمل مع بعض الفراخ في الكيس الحراري. فراخ مشويه بتتبيله وهميه. الغدا كله هيكون في كيس واحد، هيفوتك كتير لو ما جربتيش الطريقه دي. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، ومكوناتها في البيت. يعني الخضار بقى، حطي اي تشكيله كده من الخضار. وكمان الفراخ هتطلع دايبه وطعمها رهيب. ريحتها كده هتوصل لاخر الشارع. اهم حاجه كده قبل ما نبتدي الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه لو كنتم مش مشتركين. فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. وكومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم، وطبعا ما تنسوش اللايك. بصوا الفراخ لونها فاتح ازاي من جوه. كمان الخضار دايب جدا جدا، وكمان كان ريحتها كانت حلوه جدا. شوفوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل وازاي تطلع الفرخه معانا بالجمال ده. اول حاجه كده معايا تشكيله من الخضار. معايا فلفل، فلفل اخضر وفلفل احمر. معايا طماطمايه ومعايا بصلايه. معايا زيت وخل. طبعا المقادير هكتبها لحضراتكم في صندوق الوصف. دي هنعمل كده اول حاجه تتبيله للفراخ. هنقطع بقى فلفل اخضر وكمان فلفل احمر، وطبعا ممكن تستخدمي فلفل حار لو انت بتحبيه. ممكن تستخدمي فلفل نوع واحد بس. هقطع كمان البصلة والطماطماية، وهبتدي ان انا احط كده 5 فصوص من الثوم. طبعا لو الثوم عندك حجمه كبير، ضيفي 3 فصوص. هضيف كمان ربع كوباية من الزيت وربع كوباية من الخل. هبتدي ان انا اضيف كمان معلقة كبيرة من الكاتشب. وطبعا عشان هتدي طعم حلو قوي للتتبيلة وكمان لون حلو. هضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا. طبعا ممكن تضربيها في الخلاط او في الكبة اللي بتبقى جاية مع الخلاط، الكبة الصغيرة. اضربهم بقى كويس قوي. لازم يكون فرمهم ناعم جدا. وبعدين هفضيهم بقى في بولة، علشان نبتدي ان احنا نضيف عليهم التوابل اللي احنا هتخلي بقى ريحتها وطعمها يجنن. هنضيف كده اول حاجه بعد ما بفضيها في بوله كده، علشان هنبتدي ان احنا نحط فيها الفراخ. هشيل كده حوالي 3 4 معالق كده كبار من التتبيله دي، هنشيلهم على جنب من غير اي توابل خالص. واقول لحضراتكم هنعمل بيها ايه في الاخر. هفضي بقى التتبيله دي، وبعدين هبتدي ان انا اضيف عليها التوابل. وهي عباره عن هنحط بقى ملح، معلقه كده كبيره من الملح. وطبعا على حسب الكميه اللي انت عاملاها. يعني ممكن تبتدي تحطي نص، يعني معلقه كده صغيره. ولو احتاجتي ملح تاني تبتدي انك تزودي، طبعا على حسب انت بتحبي درجه الملح في الاكل قد ايه. هنضيف كمان بابريكا وفلفل اسود وبهارات مشكله. لو بتحبي القرفه ضيفي ربع معلقه كده صغيره. وهنضيف كمان ربع معلقه صغيره من الزعتر، هتديها ريحه وطعم حلو قوي. عندك حبهان مطحون، عندك ورق لوري، ضيفيها برضو في التتبيله دي. الفرخه بقى انا غسلتها ونقعتها كويس جدا جدا. هبتدي ان انا اعمل فيها فتحات زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان ادخل التتبيله جوه الفتحات دي. احنا بقى ولا هنركن الفرخه في التتبيله ساعه ولا ساعتين ولا اي حاجه. احنا مجرد ان احنا بنجهز الخضار اللي احنا هنضيفه مع الفرخه، هنبتدي ان احنا نسويها على طول. يعني ما بتاخدش اي وقت خالص في التتبيله. اهم حاجه بس ان انا انشف الفراخ كويس جدا جدا بمناديل المطبخ، علشان ما يبقاش فيها اي ميه كده من اللي طلعت معانا واحنا بنغسلها. بعد ما بنشفها كويس قوي، هبتدي ان انا اضيفها في التتبيله. التتبيله جاهزه معانا وريحتها في الوقت ده، يعني قبل ما نسويها وقبل ما نعمل اي حاجه كانت ريحتها تجنن. اقلب بقى الفراخ كويس جدا جدا في التتبيله. وبعدين هبتدي اجهز الخضار اللي احنا هنضيفه مع الفرخ. طبعا الفرخه اللي انا مستخدماها هنا كانت حوالي 1200 جرام. طبعا بعد التنظيف المكان اللي احنا فيه، يعني اكبر فرخه 1200 جرام. طبعا لا، بتبقى حوالي 700 جرام دي بس بصراحه ما بحبش ان انا اجيبها خالص، بتبقى صغيره قوي. ركنت بقى الفرخه كده مع التتبيله في جنب. وجبت كده بطاطس وبصله كبيره، جزر. ممكن طبعا تضيفي كوسه، ممكن تضيفي بسله، فاصوليا خضراء. اي نوع خضار متوفر عندك استخدميه. ابتديت ان انا اقطع البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعدين هقطع برضو البصل بنفس شكل البطاطس كده، واقطع برضو الجزر لمكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين. كل الخضار ده بركنه كده في بولة على جنب، علشان هنبتدي ان احنا برضو نتبله قبل ما نحطه مع الفرخ. قطعت برضو البصل، وطبعا ممكن تكتري البصل على حسب ما انت حابه. لو انت بتحبي تاكلي بصل كتير كتريه في الوصفة دي عادي خالص. كل ما الخضار كتر يعني بيشرب طبعا من التتبيلة وبيشرب من طعم الفراخ، فبيكون طعمه وريحته حلوين جدا جدا.
هضيف كمان فلفل الوان كان عندي في الفريزر، وبصوا بيطلع بنفس الشكل، ما بيبقاش دبلان ولا اي حاجه. لو عندك شويه فلفل كده وحاسه انه هيبوظوا في التلاجة، ابتدي انك قطعيهم وعينيهم في الفريزر، هينفعوكي برضو في وقت زي ده. ضفت كده التتبيله اللي احنا شلناها على جنب، اللي احنا مضفناش عليها اي توابل خالص. هضيف بقى هنا حوالي كده معلقتين من الزيت. هضيف كمان ملح وفلفل اسود وزعتر، واقلبهم بقى مع بعض. طبعا يعني نضيفي ربع معلقه كده من كل حاجه، مجرد بس ان احنا بنتبل ونبهر الخضار اللي احنا ضفناه. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها، وضفت طبعا كمون علشان انا بحب البطاطس يكون فيها الكمون، بيديها طعم وريحه حلوه قوي. اقلبهم بقى مع بعض كويس جدا كده، وبعدين هبتدي ان انا اجيب الكيس الحراري اللي احنا هنستخدمه. طبعا الاكياس دي بتتباع في السوبر ماركت، بتتباع ممكن في اي محل مستلزمات البيت يعني هتلاقيها. وطبعا فيها مقاسات واحجام كتير قوي. ضفت كده معلقه من يعني حاجه بسيطه كده من الزيت في قلب الكيس، علشان بس الفراخ ما تلزقش في الكيس. وطبعا ممكن تبهري يعني ممكن تحطي كده ترشيه بشويه من الدقيق برضو. حطيت الفرخة وهنزل الخضار اللي احنا اللي احنا قطعناه، نزلته كده في التتبيلة اللي كانت فيها الفرخة، وقلبتهم كويس. وبعدين هبتدي ان انا انزلهم في قلب الكيس. افضل بقى يعني احرك كده الكيس شويه، وافضل اقلبه علشان الخضار برضو ينزل تحت كده، متبقاش الفرخه بس اللي نازله تحت والخضار فوق. هقفل بقى الكيس ده، بيبقى معاها كده زي قفل، بنبتدي ان احنا نقفل بيه الكيس. وحطيتها كده في صينيه. الصينيه ما ضفتش فيها ميه مغليه ولا اي حاجه خالص، صينيه فاضيه خالص. حطيت بس فيها الكيس، وهعمل بس فيها فتحه. بس للاسف الفتحه اللي انا عملتها طلعت كبيرة شوية. يعني مثلا بلاش تستخدموا سكينة وانتوا بتعملوا فتحة في الكيس الحراري، استخدموا زي مثلا عود خلة كده، اعملوا كذا فتحة كده بسيطة، علشان بس الكيس ما يبتديش ان هو يتنفخ معانا ويفرقع. فاحنا بنعمل الفتحات دي تجنبا ان يحصل اي فرقعة في الكيس. حطه بقى في الفرن. والفرن بيكون طبعا متسخن من قبلها كده على درجة حرارة عالية من تحت بس. بنحطه في الرف اللي في النص لحد ما بيبتدي الخضار يستوي. بتحطي عود كده وتتأكدي ان الخضار استوى، الفرخة استوت، مجرد ان العود يدخل بكل سهولة. وطبعا لو الكيس مقفول كويس ما كانش مفتوح زي ما انا فتحته كده، هتبتدي الفراخ تبتدي تاخد لون معاكي. يعني الكيس ده بيحمر كمان الفراخ، يعني بيديها لون كمان حلو قوي. هنا بقى الخضار كان استوى، فابتديت ان انا افضي كده الخضار كله في الكيس زي ما حضراتكم شايفين، وهدخلها بس تحت الشوايه بعد ما همسح بس كده بالفرشه من الدهون اللي طلعت مع الفراخ. همسح كده الفراخ كده على الوش، وعلشان تدينا لون وحلو زي ما حضراتكم هتشوفوا او زي ما شفتوا في اول الفيديو. بمسح بس كده بشويه السوائل اللي طلعوا، وبدخلها تحت الشوايه. بتاخد لون كده، ما بتاخدش اي وقت، يعني حوالي دقيقتين كده وتكون خدت وقت. طبعا احنا بنحط الفرخه اول نص ساعه على درجه حراره عاليه، وبعدين بنوطي النار على نار متوسطه لحد ما بتستوي. طبعا بتستوي في وقت قد ايه على حسب حجم الفراخ. يعني كل ما الفراخ بتاعتك كانت كبيره كل ما هتاخد وقت اطول شويه. بصوا هنا خدت لون تحفه، ريحتها بقى كانت تجنن، مش عارفه ايه الريحه الجميله دي. والفراخ بصوا فاتحه ولونها ابيض ازاي. طبعا الخل برضو بيساعد ان هي تستوي اسرع، وكمان بيخلي لونها فاتح كده من جوه. والخضار كمان كان داب جدا. قدمتها بقى مع شويه رز بالشعريه طبعا، مع رز حبه وحبه. اعمليها كده غمسيها بالعيش على حسب الحاجه اللي انت حباها. وشايفين الفراخ عامله ازاي، لونها يجنن. الكاميرا اصلا بتظلم الحاجه والله، يعني التصوير يعني الاكل في الحقيقه او الشكل بتاعها كان في الحقيقه كان احلى من كده بكتير. حطيت كده شويه من الخضار وشويه كده من الصوص اللي نازل من الفراخ. وهوريكم بقى الفراخ قد ايه دايبه من جوه، ولونها فاتح جدا، والبطاطس كانت دايبه جدا جدا. طبعا يعني يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. يعني طبعا رايكم بيهمني وبيعرفني قد ايه الوصفه كانت حلوه. وطبعا لو جربتوها يا ريت برضه تقولوا لي تاني في فيديو جديد اذا كنتوا جربتوا ليا اي وصفات ولا لا. ولو جربتوا وصفه تقولوا لي برضه رايكم كانت طلعت معاكم بنتيجه كويسه ولا لا. وما تنسوش اللايك، ولو حابين اي وصفه جديده قولوا لي برضه في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.